ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن أشهر نوع كلاب في العالم وهو الجيرمان شيبرد. بس مش هنتكلم عن الحاجات اللي الناس كلها عارفاها، زي ذكائه ووفائه وقدرته الاستيعابية للتدريب على الرعي والحراسة وأي شيء تقريبا، ولكن هنتكلم عن أصل سلالة الجيرمان، واللي اتقسمت ل5 سلالات فرعية من سلالة الجيرمان الأصلية، اللي ابتدت لما ألمانيا اتقسمت لألمانيا الشرقية والغربية بعد الحرب العالمية التانية. هنتكلم عن الاختلافات في الشكل والسلوك. يلا بينا نبتدي. أول فصيلة من أنواع الجيرمان شيبرد هو الإيست جيرمان أو فصيلة ألمانيا الشرقية، ودي سلالة وورك لاين بتتميز بضخامة حجمهم. هتلاقيهم دايما أكبر من حجم الجيرمان العادي. لون السلالة دي بيكون في الغوامق أسود سادة أو أسود بني أو رمادي، وبيكون شعره قصيرة. بيكون الأنشط والأشرس من جميع السلالات. تاني فصيلة هي الويست جيرمان أو فصيلة ألمانيا الغربية، ودي سلالة ما بين الورك لاين والشو لاين. بيكون كلب ذكي جدا كالعادة، يمشي معاك حراسة وشراسة، ولكن طبعه أهدى شوية، وينفع يبقى كلب عيلة مع النشأة الصح. ألوانه برضه بتبقى غامقة، بيتميز بالماسك الأسود في وشه وشعراته القصيرة. تالت فصيلة هي جيرمان تشيكي، ودي سلالة وورك لاين. بالرغم انه كلب ألماني النشأة، ولكن التشيك أخدت بعض سلالات الجيرمان الأصلية بعد انتهاء الحرب العالمية التانية، وبدأت تنتج سلالة خاصة بيها. والسلالة دي بتتميز بأنها أصغر حجم جيرمان، ودانه بتكون قصيرة وشعرته قصيرة وخشنة، ولكن طاقته عالية جدا وشراسته عالية جدا. وبتاع شغل بيبقى لون واحد فقط، وهو السيبل أو الرمادي الغامق، وده بيفضل استخدامه في الأعمال البوليسية. رابع فصيلة معانا هي اليوروبيان شو لاين أو الجيرمان الأوروبي، ودي فصيلة تم إنتاجها من دول أوروبية مختلفة، والتركيز هنا كان أكتر على الشكل الجمالي للكلب أكتر من السلوك. الفصيلة دي بتتميز بالشعر الطويلة والكسحة في الرجلين اللي ورا والديل الطويل والألوان المحمرة المعروفة عندنا في مصر. تعتبر كلب ممتاز بسبب هدوء سلوكها، ولكنها ما زالت كلب حراسة كمان ممتاز. خامس فصيلة معانا هي الأمريكان شو لاين أو الجيرمان الأمريكي، ودي منتشرة أكتر في أمريكا وكندا عن باقي العالم. الفصيلة دي هي أحدث فصيلة في مختلف الفصائل اللي اتكلمنا عليها النهاردة، وهي عبارة عن خليط بينهم. بتتميز بطبعها الأسري وحبها للأطفال والحيوانات التانية. تصلح كمان للحراسة، ولكنها شراستها مش عالية أوي. تتميز بتعدد الألوان زي الأبيض والأبيض في أسود والأزرق والجراي، ودي تعتبر ألوان نادرة جدا في الجيرمان شيبرد. وكمان اللون الأساسي اللي هو الأسود في تان، بتكون طاقتها قليلة وبتستخدم أكتر لعروض الكلاب. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.